سلامة سلامة، مرحبا بكم كشخين الكل في تونس، خارج تونس، عشاق الكرة عشاق الترجي الرياضي التونسي. نعاودو نرجع فيديو جديدة وكالعادة كيما قلت نعاود نرجع نعمل فيديوهات ونهبطهم على شين يوتيوب على تيك توك وعلى الفيسبوك. مرحبا بالناس الكل. اليوم دربي العاصمة يوفى بالتعادل بين الترجي الرياضي التونسي وملعب التونسي 2-2 اللي هي نتيجة منطقية نشوفوها، وكي نشوفوا شنو اللي صار في الماتش وشنو اللي صار لزوز فرق والفرص ومنا وفما ميطون كيما نقولوا، لكن نتيجة عادلة، نتيجة نجم نقولوا ترجي. وفي نفس الوقت زاد ترجي يخسر زوز نقاط. الحقيقة كي يشوفوا المدرب تصريح بعد المباراة وشنو باش يحكي، وتصريح قبل المباراة، يعني تفهم اللي بدا من تويكا بدا يعطينا في إشارة اللي هو أول حاجة صار مازال ما يعتمد على 3 بيفوات وسط الميدان، ما فهمتش علاش وبعد نحكيو فيه. وفي نفس الوقت تصريح في اخر الماتش يحمل مسؤوليه ملعبيه، فهمتش تحملهم على شنو المسؤوليه. ممكن الميطون الاول كي انت هبطت تشكيله غالطه تلعب 3 بيفو من وقتاش ترجي يلعب 3 بيفو. اللهم في الافريق ديبلاسمون يعني بعيد، وفما مدربين شدوا يعني ترجي رياضي تونسي ما يلعبوش 3 بيفو حتى زاد خارج الميدان، لكن تلعب في رادس صحيح هو دربي لكن على ارضيه ميدان قدام جمهورك، فماش علاش تلعب 3 بيفو. وفي نفس الوقت يعني باش تلعب يعني تنشيط الهجوم، انت كترجي رياضي تونسي ماكش قاعد تلعب في تنشيط الهجومي. دونك الميطون الاول انظر كيفاش يعني قبلنا زوز اهداف وكانت الغلطه زاد بن حميده نحكيو عليه، الحارس زاد عمل اخطاء، يعني برشا اخطاء في الشوط الاول، اخطاء كارثيه كانت تتكلف اكثر من 2 اهداف. وميغيل كارتوزو مازال مصر، ما فهمتش اقنعنا بالحق. كان انت مقتنع بتروا بيفو اقنعنا معك، يعني انت يزيش انا حسب ما نشوفك قاعد تلعب في لعب صعيب وقاعد تصعب فيها على روحك وتزيد تصعبنا احنا كجمهور، نقعد نتفرج ونزيد نقلق ونفد وتزيد تطلع لنا التونسيون يعني وزيد انت مصر يعني تلعب 3 بيفو يعني في الاخر وتحب تقنعنا اللي هما الملاعبيه ما قاموش بواجبهم. ممكن في الشوط الاول ما قاموش بواجبهم، لكن تلعب لي 3 بيفو ما فهمتش علاش كل ماتش تقعد تلعب لي 3 بيفو. نورمالمون ينساس يشد بلاصتو صانع العاب، موكوينا على اليمين، البليلي على اليسار، راس حربة العبدلي حتى يرجع رودريغو، وتلعب لي 3 بيفو. قال شنو زاد ما نجمش ندور ليفكتيف خاطر عندي برشا اجانب. لا عندك اجانب وتنجم تلعب كوناتي في الوسط الميدان، يعني بعد ما غلطت وفقت بروحك انت غلط صلحت باش هبطت وسط الميدان كوناتي وهبط لاري العزوني. اليوم نورمالمون من الاول يهبطوا مع حسام تقاء او لو جوار ضرب بالحق، حسيته كيلو رزين على وسط الميدان واشتر الباسات يعني اشتر التمريرات غالطين وشكل يعني ثقل في وسط الميدان. كيف دربالي جوار نحسه كاللي باش تلعب بيه يعني باش تركز عليه هو كجوار، يعني باش تلعب خارج الميدان مش في رادس، باش تلعب كتروزين بيفو. الماتش اللي فات حطوا يلعب في بلاصه البلايلي ما مشاش، يعني الماتش اللي قبله زاد كيف يعني تشكيله وكل تركيبه كل غلطه. بعد حسيت روحك اللي انت غلطت وصلحت، التصليح جاء في بلاصته، كان يجم يعني يصير نصلحوا اخطاء ونرجع في الشوط الثاني، كان يجم يعني ما يصيرش ونكملوا زيدوا نقبلوا اهداف اخرين وتكثر الاخطاء. ان شاء الله ميغيل كارتوزو فيق شويه وما تبقاش تغلط في العباد، خاطر احنا كي نشكروك صافا تعمل قاعد في حاجه باهيه، ولكن كي باش تقادي تبلبز سامحني فيك، خاطر تبلبيس الماتشوات هذوما لا ما تعداوش. كل ما تبلبز ماتش كيما كايا ماتشوات هذوما تخسر النقاط، وبعد ايش باش يلموا من النقاط في اخر سيزون. دونك تراسيلك تقعد تعاني وتقعد في مشكله تلم في النقاط باش تفوز اكثر ممكن من النقاط باش تفوز بالبطوله. بعد يجيك المنافسين المباشرين اللي هما قاعدين ينافسوا على البطوله. دونك لازم تصلح وتفهم اللي ترجي رياضي تونسي ما تنجمش يلعبوا 3 بيفو. ان شاء الله يكون الميساج وصل، وان شاء الله الميساج يوصل زاد للاداره مره جايه كي تحب تعمل عقد المدرب، اعمل عقد مدرب انت مقتنع به، مش يجي يعدي 6 شهور سوا ديزون قاعد يوري في العباد اللي هو يقنع فيهم يعني العباد هذوما. لكن الحقيقه تو باش بدينا نكتشفوا شنو اللي ديفو فيك وشنو اللي كاليتي اللي فيك، خاطر تعداو 6 اشهر
كنا ناسين اللي احنا كنا في وضعيه ولينا في وضعيه اخرى، وصلنا للفينال. وكالتخمير هذيك الجمهور وكل الناس فرحانه ترشحت كاس العالم، لازمنا ترشحوا كاس العالم ونوصلوا حاجه باهيه في ربيع الابطال. الناس ومكشخين الكل عائله ترجية، الناس نسيت اللي احنا كنا في باليه ولينا في باليه اخرى. دونك تويكا لازمنا نفيقوا على رواحنا الناس الكل، وخاصه المدرب راك تو ماشي وكش يقولوا في نسق تصاعدي، وكل ماتشات ماشيين يصعبوا، المنافسين ماشيين يصعبوا. تويكا كونتر ملعب تونسي تعمل هكا، مالا ماتشات اخرين شنو تعمل. من كل احتراماتنا ملعب تونسي والفرق الكل، لكن لازم تفيق على وضعك وما عادش تلعب تروا بيفو. ممكن في ماتشات تنجم تلعب، وفي ماتشات كيما ذوما انت مطالب باش تصنع اللعب وتخلق الفرص وتسجل وتفوز بالمباريات وتقعد كيما نقولوا تجاري في المباريات. لكن ان شاء الله الغلطه دي ما عادش تتعاود. بون نرجع الماتش ما شوط بشوط. الترجي الرياضي التونسي كان الميطان الاول يعني في درجين ربع ساعه ضغط، وممكن ما فماش فرص يعني واضحه باش يسجل، لكن ضغط شويه وبعد تراجع، وبالاخطاء تقبل اهداف. هذيك هي في الكوره، تعمل خطا تخلص بالوقت، تغلط تخلص بالوقت. كيما محمد علي بن حميده اللي انا حكيت عليه برشا، جوار ما تنجمش تطلب منه حاجه كبيره، لكن تويكا قاعد بخاطر كي يعدي ماتشات باهيه الاغلاط الكل كيش يقولوا تتغطى، ونوعا ما الجمهور ينسى اللي هو اش عمل. لكن تويكا لازم تراجع روحك محمد علي بن حميده، والا سينور او البنك يستنى فيك. مع رجوع ايمن بن محمد ان شاء الله ريناه عدى يعني ميطان ثاني نجم نقولوا سوا، لكن ان شاء الله الجوار ايمن بن محمد ما يصيبش مره اخرى باش ما نقعدوش في مشكل ونلوجوا شكون البديل. مميش كيف الاخطاء قاعده تتكرر قبيل خروجه، لولا مرياح يعني عرف كيفاش يغطي ومنع ممكن كان بونتو محقق. كيف وسط الميدان مش قاعد يخدم، قاعد كيما قلت راهو لازم صانع العاب، وعندنا صانع العاب. علاش ما فهمتش علاش ما يلعبش صانع العاب ينساس بوان دانتيروغاسيون. سي نورمال زاد الهجوم ماهيش باش يوصل له كل كوره، وما يعرفش كيش باش ينسق بين الجوارات كبليل وينساس اللي هما يشكلوا ثنائي باهي. لكن هاك دوزيام ميطون رجع ينساس، وكان نقطه قوه الرجل الرياضي التونسي اللي هو يسربي في الكر. ما يجي كان يسربي في الكر وراء المهاجمين، ما يجيش حاجه اخرى. حتى كي يلعب جناح ايمن يعاود يرجع، ديما هذيك هي بلاصتو. الجوار يحب يجي وراء المهاجمين باش يخلق الخطر ويكسر لين يعني تاع المنافس، وباش يخلق خطر ويصنع اللعب ويعرف كيش يخرج كوره. ما ريناش في الميطون الاول، ريناه في الميطون الثاني، شد بلاصتو وهبط يعني عمل شونجمون وهبط. زاد زيدين كادا اللي هو سجل هدف، وكان هدف ممتاز. الجوار طلب الكرة وجاته في الطبق وحتى وسجل هدف في التعادل. ضربة جزاء انا نشوفها ضربة جزاء واضحة، مش خاطر شي هنا مكشف. دونك في المجمل الماتش تعدى يعني فوق المتوسط بشوية. رينا لاعب الاولى زاد ملعب تونسي شد الدفاع يعني وقعد يدافع وسجل زوز اهداف عن طريق يعني هجمات معاكسة. اليوم زاد عندنا مشكلة كبيرة في الرجوع للدفاع، اللي هو الدفاع كان رزين برشا، زاد مع وسط الميدان مش قاعد يخدم. دونك يظل يدرك على الديفونس، تولي يعني كي يظل الوسط الميدان ما يخدمش درك على الديفونس وتخلط الكرة بالنسبة للمنافس يجي يمركي في راحة عقله. ورينا زوز أهداف مخدومين الحقيقة الملعب التونسي. كان أومارو سجلهم، باش ما نقولوش مارو يستحق يلعب في الترجي ولا ما يستحقش يلعب في الترجي، لكن كان جوار ممتاز وما نقولوش خسرناه ولا ما خسرناش. دونك هو كان جوار ممتاز اليوم وسجل زوز اهداف، وكان يعني نقطة قوة وسط ميدان ملعب تونسي مع زوج جوارات اللي قاعدين يخلطوا في الكرة على قد ما يقدروا. كما قلت ان شاء الله نكون ما نندموش على الزوز نقاط اللي خسرناهم، وان شاء الله المدرب خاصة المدرب يفيق، وكيف زاد اللاعبين يفيقوا لروحهم ويعرفوا ما لهم ولا عليهم. طولت شوية ظالي في الفيديو هذيا. خليكم لكم انتم التعليقات. وصلنا لنهاية الفيديو. خلي لكم حسابي على تيك توك والفيسبوك واليوتيوب. ما بين كملت حضرت الانستغرام ونعاودوا نرجعوا نحيوا المنصات الكل ونحكيوا مع بعضنا. مرحبا بالمكشخين الكل ومرحبا بالجمهور اللي تبعوا فيه من الأندية الآخرين.
ترجي الدولة. ملتقانا في فيديو اخرين، نصبح على خير الناس الكل.